السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعد فيديو أسوأ عصير قصب في كفر الشيخ. لو خدت بالكم وانا بشرب خدت بالكم وانا في الفيديو كنت بقول لما جيت اشرب من العصير الصعيدي، قلت انا ما كنتش متوقع ان الصعيدي يبقى كده. اكتر حاجة ما كنتش متخيلها. وبالفعل صاحب الفروع بتاع الصعيد العالمي جالي وكلمني وقال ان كان في مشكلة بسيطة في اليوم ده، وعلى حظه في الوقت ده كانت هناك مشكله بسيطه في القصب واضطروا ان هم يرجعوه كده. فقال لي امسح الفيديو. قلت له لا، انا مش همسح الفيديو غير بشرط ان احنا نجرب تاني ونشوف. فدلوقتي هو قال لي المكان مكانك في اي وقت. فطبعا عشان انا ما اروحش ويشوفوني ويجيبوا لي عصير كويس، قررت ان هبعت حد من تبعي محدش يعرفه، هيروح يجيب العصير وهيجي وهنجرب مع بعض تاني عشان ما نكونش ان احنا ظلمناه او قلنا اي حاجه غلط. فلو طلع ان العصير حلو هينزل كاعتذار لهم، وفي نفس الوقت هنمسح الفيديو التاني. على بال ما يجي العصير، عايز اقول لكم على حاجه بسيطه. احنا بعد كده هنعمل فيديوهات، هنكمل في فيديوهات الاسوأ بس هنجيبها بطريقه حلوه، هنقول الاسوأ والاحسن. وفي نفس الوقت لما اقارن ما بين اي حاجه هنعملها هنقول الاحسن، الاحسن مش قوي والاحسن مش خالص، فانتوا تبقوا فاهمين بقى ان انا اقصد ايه. تمام. فلو العصير وصل، تعالى قلبي قلبي. ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. شفتوا بقى ده؟ على بصوا بصوا، ده اللوجو محطوط على الكوبايه، ماشي، وده غامق مش زي التاني اللي كان فاتح. والتاني ما كانش فيه لوجو لو تاخدوا بالكم، كانت كوبايه عاديه خالص ملهاش اي لوجو، انما ده فيه لوجو. فشكلها كده كده مبشره. اه، احنا استعجلنا المره اللي فاتت لما احنا قلنا على ان هم اسوأ عصير، بس هم مش اسوأ عصير، هو فعلا فعلا كده بقى عصير الصعيد العالمي اللي انا متعود عليه. طعمه كويس، ساقع قوي ولا بارد قوي، مسكر، وطعمه زي الفل ويستاهل. فعشان كده في الفيديو ده احنا بنعتذر للصعيدي وهنمسح الفيديو بتاع اسوأ عصير قصب، لان بصراحه كده لو ده كان جه مع التانيين كان هيبقوا الثلاثه كلهم جامدين. فاستنوا بقى فيديوهات جديد. سلام.